السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم يا جماعة في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الأوبن لوب والكلوز لوب جوه الكنترول. طيب للي ما يعرفنيش، ده كورس إحنا عاملينه شرح للكنترول وإزاي بيشتغل والأجزاء الداخلية بتاعة الكنترول من جوه. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن النظرية كده، البيزكس من بره خالص، الحاجات البيزكس بتاعة الكنترول ووظيفة الكنترول وإزاي الكنترول بيشتغل وبيطلع المخرجات أو بيخش له مدخلات من السنسورز، بيبتدي يعمل لها بروسيسنج، بعديها بيطلع مخرجات أو أوت بوتس. طيب في الفيديو بتاع النهارده هنعرف ايه هي الاوبن لوب وايه هي الكلوز لوب. طيب خلينا نتكلم عن اول حاجه وهي الاوبن لوب، اللي هي الرسمه اللي فوق دي. انت دلوقتي عندك في انبوت جاي لك من سنسور، على سبيل المثال مثلا السنسور بتاع التمبريتشر، سنسور بتاع الحراره. السنسور ادى للاي سي يو ان درجه الحراره دلوقتي عاليه، او دلوقتي مثلا شغال لي مروحه التبريد. فالاي سي يو بيبدا يعالج الاشاره دي ويحللها كويس ويفهمها، بعدها بيدي امر للمروحه ان هي تبتدي تشتغل والعمليه بتبتدي تتم، ويطلع لي اوت بوت ان المروحه بتبتدي تلف. طيب كده الاي سي يو خد اشاره من حساس اللي هو التمبريتشر سنسور، عمل لها معالجه، ادى امر او ادى سيجنال لمروحه التبريد. مروحه التبريد على اساس اشتغلت وبدات تعمل تبريد، او بدات تبرد السائل بتاع التبريد. ده كده الاوبن لوب. نيجي بقى للكلوز لوب، واقول لك الفرق ما بينهم دلوقتي حالا. انت دلوقتي عندك انبوت او عندك اشاره داخله من الحساس. طيب في نقطه بس عايز اوضحها قبل ما اكمل، ان الانبوتس مش لازم تكون جايه من السنسورز بس، هي ممكن تكون جايه من اكشن مثلا، او حاجه السائق او الدرايفر عايز يعملها. على سبيل المثال مثلا التكييف، انت لما بتدوس على زرار التكييف، الزرار اللي انت بتدوس عليه ده بتبعت امر للاي سي يو ان هي تبدا تشغل الكمبريسور وبتبدا تشغل الدايره بتاعه التكييف. فمش لازم ان كل الانبوتس بتاعه الاي سي يو تكون من السنسورز، عادي ممكن تكون سويتشات، يعني السويتشز اللي موجوده في العربيه دي برضو بتعتبر انبوتس للكنترول. فعلى سبيل المثال مثلا عشان تفهم الكلوز لوب، انت دلوقتي ماشي بالعربيه وزودت او ضغطت على الاكسلريشن بيدل زياده شويه. فاللي بيحصل هنا ان الاكسلريشن بيدل بتبتدي، هي هنا شغاله كسويتش، بتبتدي تبعت اشاره للكنترول ان انا عاوز ان البوابه او فتحه زاويه البوابه تتفتح اكتر شويه عشان تدخل لي هواء اكتر عشان العربيه سرعتها تزيد. فبالتالي الاي سي يو بيبتدي ياخد الاشاره اللي جايه له من الاكسلريشن بيدل دي، وبيبتدي برضه يحللها ويعالجها، وبيبتدي يبعت اشاره للموتور ده لو البوابه عندك شغاله كهرباء. بيبتدي يبعت اشاره للكنترول ان هو يبتدي يفتح البوابه دي بزاويه اكتر عشان سرعه العربيه تزيد. طيب معنى ان انت فتحت البوابه اكتر انك انت دخلت هواء اكتر، يبقى كده انت محتاج بنزين اكتر عشان الاير تو فيول ريشيو تبتدي تبقى في المعدل بتاعها الطبيعي. انا كده فتحت البوابه، دخلت كميه هواء اكتر، فبالتالي عايز كميه بنزين اكتر. طيب فهنعتبر ان الانبوت اللي عندي دي هي الاكسلريشن بيدل، انت دوست عليها فبعتت اشاره للاي سي يو، الاي سي يو بعتت اشاره اللي هو الاكتويتر اللي هو عندك هنا اللي هو الموتور الكهرباء، والموتور الكهرباء ابتدى في عمليه البروسيس دي ان هو يبتدي يفتح لي البوابه، والاوت بوتس هنا ان هو فتح البوابه ودخل هواء. طيب هل العمليه بتيجي عند هنا وبتقف؟ لا، انت دخلت هواء ودخلت بنزين، وعندك عمليه احتراق تمت جوه السلندرات. طيب انت بقى عايز تعرف ان كميه الهواء اللي انت دخلتها دي، او الاير تو فيول ريشيو، الاحتراق عندك خارج مظبوط ولا لا. فبيبتدي يحصل عندك حاجه هنا اسمها فيدباك. على سبيل المثال الفيدباك هنا عندنا هو الاكسجين سنسور او لامدا سنسور، بيبتدي يقيس نسبه الخليط او يبتدي يقيس نسبه الاكسجين اللي موجوده في العادم، ويبعت فيدباك او يبعت اشاره للاي سي يو تاني. الاي سي يو على اساسها تبتدي تصحح كميه البنزين اللي محقونه من الانبوتس اللي جايه لها من الهواء. ما تتوهش مني، خليني اوضح لك الموضوع بشكل بسيط. دلوقتي انت دوست على دواسه الاكسلريشن بدل، بعتت عندك هنا الاكسلريشن بيدل اللي هو الانبوت، بعت اشاره للاي سي يو. الاي سي يو خد الاشاره دي، ابتدى يعالجها كويس وابتدى يحلل البيانات، بعديها بعت سيجنال او اشاره كهربيه للموتور اللي هو عندي هنا الاكتويتر. الاكتويتر هنا ابتدى، او الموتور الكهرباء ابتدى يعمل لي عمليه البروسيس ان هو يفتح لي فتحه البوابه الزياده عشان يدخل لي هواء اكتر. دخل لي هواء، والهواء دخل جوه السلندرات، وحصل عندي عمليه الاحتراق. العادم اللي طالع ده بقى بعد عمليه الاحتراق بيعدي لي على حاجه اسمها الاكسجين سنسور او اللامدا سنسور، اللي بيقيس لي نسبه الاكسجين جوه العادم عشان اعرف انا الخليط خارج عندي غني ولا فقير. فدي بالنسبه لي فكره ان انا اعرف ان الخليط غني ولا فقير، دي بالنسبه لي فيدباك. الفيدباك دي بتروح لمين؟ بتروح للاي سي يو تاني، والاي سي يو بيبتدي يعالج او يعدل من نسبه البنزين اللي محقونه عشان يطلع لي خليط او يطلع لي نواتج احتراق ما تضرش بالبيئه. على سبيل مثلا لو انت عندك الخليط طالع فقير، فالاي سي يو هنا بتبتدي تزود وقت فتح الرشاشات، فبالتالي نسبه البنزين بتزيد. طيب لو البنزين عندك غني او الخليط عندك غني، يعني في بنزين كتير، فبتبتدي تقلل نسبه فتح الرشاش دي عشان البنزين يتحقن بكميه قليله، فالخليط عندي يطلع في حاجه اسمها السايكومتريك. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان الاوبن لوب دي هو الكنترول بيجي له الامر سواء من السويتشز او من السنسور،
بيعالج الامر ده ويعالج الاشاره اللي جاله دي، بعدها يبتدي يدي للاكتويترز او يدي للمشغلات. ومن هنا يعني وظيفه الاي سي يو انتهت، هو جاي له اشاره، خد الاشاره دي عالجها وبدا يطلع اوتبوتس. طيب خلينا اديك مثال هنا اللي انا قلته، اللي هو التمبريتشر سنسور بعت اشاره ان دلوقتي العربيه سخنت، فعايزين نشغل المروحه. اي سي يو بياخد الاشاره دي، بيعالجها ويقول للمروحه اشتغلي، من غير بقى ما يبص على المروحه دي مثلا هل اشتغلت بالسرعه الكافيه، هل بردت بالشكل المطلوب، هو ملوش دعوه، هو بياخد الاشاره ويعالجها ويشغل الاكتويتر وما بيبصش تاني. انما في الكلوز لوب بياخد الاشاره، الاي سي يو بياخد الاشاره ويبعتها للاكتويتر، الاكتويتر يبتدي يعمل البروسيس بتاعته، بعديها النواتج بقى بتاعت التشغيل دي بتروح لسنسور زي الاكسجين سنسور عندي هنا، وبترجع تاني للاي سي يو بيشوف العمليه اللي هو عملها دي كانت صحيحه ولا ما كانتش صحيحه. بس كده، ده باختصار الفرق ما بين الاوبن لوب والكلوز لوب. انا مش عايز اطول في الفيديوهات واشرح حاجات كتير، عايزين نبتدي كده حتى لو الحلقات هتطول او هتبقى كتير. عندي انك انت تفهم معلومه واحده بس في الفيديو، انا كده تمام. ما تنساش طبعا لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتشترك في القناه، وشكرا.